ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تريكات فوتوشوب. النهارده معانا فيديو هنتكلم فيه عن الخط اللي بيكون باين بالشكل ده. عشان ارسم لك بس عليه كده مثلا الشكل ده كده اللي باين ورا اللعيب اللي هو تحسه مشدود شوية وممطوط. فانا هشرح لك الطريقتين، هما في طريقتين بيتعمل بالموضوع ده. اولا نفتح كده نيو لاير بالمقاس ده مثلا، نكتب مثلا كلمة تريكات كالعادة بنيجي نشرح عليها وعملها اسم. هنا كان عندي كلمة عادية هنا اهو. الموضوع ده بيتعمل عبارة عن طريقتين. أول طريقة إن أنت تعمله إن هو بيكون أصلا موجود فونت جاهز، هو مشدود كده اسمه كالشيو. الخط اسمه كالشيو زي الدوري الإيطالي. تيجي مثلا أنت تدور تكتب كالشيو، هتلاقيه بص عامل إزاي. هو الخط جاهز يعني بتعمل كده. ده الخط هو معمول كده، هو أوريدي ما عملتش حاجة. طيب أنت ذات نفسك ممكن تعمله بإيدك لو أنت عايز تعمله على خط تاني. مثلا عايز مثلا الخط ده ذات نفسه عايز تجربه، بنيجي هنا على الكلمة اللي احنا عايزين نعملها على التكست ده، بنعمل كليك يمين ونعمل كونفيرت تو شيب عشان يعمل لي يطلع لي النقط لكل حاجة فيهم. واجي من هنا دايركت سelection تول دي وسلكت الحواف اللي تحت، النقط بس اللي تحت، فانت تلاقي كل النقط اللي تحت دي اتعملت ازرق والباقيين لا. دوس شيفت واسحب لتحت، تعمل معاك بالشكل ده. طبعا عشان الخط مش مناسب فمش نافع، انت ممكن تجربه على خط تاني عادي. ممكن مثلا نجيب اي خط غيره، مثلا الخط ده كده نعمله convert to shape ونمسك برضو الحاجات اللي تحت دول ونشد لتحت. نفس الفكرة، فاهم يعني؟ هو في خطوط بتنفع وخطوط لا، في خطوط ممكن تنفع معاك تتمطط بالشكل ده، في خطوط لا. فانت كده بقى معاك الطريقتين، يا اما يكون عندك الخط زي ما احنا عاملين كده، يا اما بتعمله بالفونت ده اللي اسمه كالتشو. واسيب لك برضو اللينك بتاع التعامل بتاع الفونت ده في الديسكربشن. فبس كده، ده كان فيديو النهارده عرفتك فيه ازاي نعمل الطريقه دي بالطريقتين، نعمل الخط شكل كده يكون ممطوط، ان هو بيتعمل اغلب في ديزاينات الكوره ان هو يكون كده ورا الشخص او الكلام ده كله، يعني بيتعمل بشكل كويس. ف دي الطريقتين اللي انا عارفهم الصراحه، ودول انسب طريقتين ممكن تعملوا، يا اما الخط يا اما تعملهم كونفرت شيب وتشد الحاجه دي موجوده كده قدامك. ففي الديسكربشن تحت هتنسيب لك لينك تحميل الخط. بس لو احتجت اي سؤال في الموضوع ده او في اي حاجه تخص الجرافيك ديزاين انا معاك عشان اقدر اساعدك. وبس كده، اشوفك الفيديو اللي جاي.